الاسبوع ده احنا عشنا في الدوري المصري الجولات ال11 وال12 وال13 اللي شفنا فيها حاجات كتير جدا، شفنا فيها صفقات وشفنا فيها مؤتمرات وشفنا فيها لاول مره مخدرات، والزمالك عمال بيوقع في نقاط، وطبيعي جدا ان الاول يبقى ثالث. كل ده واكتر هنتكلم فيه في حلقه النهارده. معاكم عمرو شلبي، وده للاسف كوره بلدي. نشرتنا النهارده هتبدا من 100 عقبه، وتحديدا نادي الزمالك. الخبر بيقول صرح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ان اللاعبين الدوليين احمد فتوح وعبد الله جمعه شربوا مخدرات قبل ماتش الداخليه، وتحديدا الحشيش يعني لدقه المعلومه. حصل بعدها رد مختلف من كل لاعب، وبعد وساطه اطراف مختلفه انتهت بالصلح بين الثلاث اطراف. دي واقعه انا ما اظنش انها حصلت قبل كده، يعني انا ما عشتش وما شفتش ان رئيس نادي بيطلع يتكلم ان لعيبه عنده بتشرب مخدرات، او ان لعيب غاب عن ماتش انه بيشرب مخدرات. لا، ده 2 لعيبه، لان تصريح رئيس النادي ده المفروض انه يبقى تصريح رسمي. الرسميه بتطلع من بق رئيس النادي، واللي عرفناه بعد كده ان العينه كانت سلبيه. المعلومه الوحيده اللي طلعت بخصوص العينات كانت طالعه برضو من رئيس النادي. احنا الحقيقه ما نعرفش اللعيبه حللت ولا لا، لان مصداقيه الخبر نفسها من الاداره بتاعت نادي الزمالك بقت ضعيفه. هل الوضع ده طبيعي؟ يعني هل اللي احنا فيه ده منطقي؟ يعني هو لو في مدير شركه سمع حاجه عن موظف حاجه مش كويسه، يعني هل بيطلع يقف كده في الشركه يفضحه بعد كده يخش بقى يتاكد هو عمل كده ولا ما عملش؟ لا، ويطلب منه الاعتذار عشان هو مظلوم مثلا. انا ما شفتش المستوى ده من الاداره، يعني في شركه شحن مثلا. طبعا ده كله كوم، وطريقه تعامل الاداره الاحترافيه وطريقه تعامل اللاعب السوبر احترافيه بقى مع الازمه دي، وازاي يتعاملوا مع بعض، واللي هي حاجه انا مش قادر احددها بالظبط. عموما احنا كلنا تابعنا الحاجات دي يا جماعه. بيكون ليها لوائح داخليه، لوائح بتنظم التعامل مع الازمه عشان ما يطلعش كل واحد يقول اللي على مزاجه. الموضوع ان كل واحد ياخد حقه من غير ما يجرح في حد. لكن احنا عندنا هنا الموضوع بيخلص بالصلح بين الثلاث اطراف، واهم طرف بيرموه بره المعادله اصلا. الخبر الثاني بقى يودينا للجزيره والنادي الاهلي، ومن هناك حقق النادي الاهلي انتصارين مهمين جدا ورا بعض، حطوه في المركز الاول. اي نعم اتعادل مع النادي المصري، لكن لسه فارق ال5 اهداف متحافظ عليه بسبب تعثر نادي الزمالك. وعمل النادي الاهلي تعاقدات مهمه جدا، منها اللاعب مروان عطيه لاعب نادي الاتحاد السكندري، التعاقد اللي اغضب مرتضى منصور جدا. واللاعب الثاني لاعب شاب تونسي جاي من نادي النجم الساحلي، الناس بتقول ان هو كواليتي عاليه جدا. وطبعا زي ما تابعنا ان كل التصريحات ان كهربا هيلعب قدام النادي المصري طلعت في شنك. بالنسبه لحوار كهربا انا ما اتكلمتش في الموقف ساعتها بسبب ان احنا كنا عايزين نشوف، لان الكلام خارج متضارب من الفيفا وخارج متضارب من النادي الاهلي. ناس بتقول هيلعب وناس بتقول مش هيلعب، وده اللي احنا استنينا عشان نشوفه. وفعلا كهربا ما لعبش. مستنيين نشوف الجواب اللي هيبعته الزمالك للفيفا وايه اللي هيحصل بعديه، لان حتى هذه اللحظه كهربا برده ما شاركش في الماتشات. وبالنسبه لفوز الاهلي على بيراميدز وانبي وتعادله مع نادي الاتحاد السكندري، كان في انتقادات، وبالذات في ماتش بيراميدز النادي الاهلي ما بيلعبش كويس. انا بشوف ان اللي حصل في ماتش بيراميدز ده اللي كان المفروض يحصل، لان انا عايز ال6 نقط بتوع ماتش انبي وبيراميدز. شفت قدامي الناحيه الثانيه نادي الزمالك بيفقد 5 نقط، وده اللي بيحط النادي الاهلي في الصداره. وبالتالي انا بشوف ان مارسيل كولر قدر يطلع بكل حاجه، وبالذات ان احنا في شهر يناير والفريق بدل يحصل له تدعيمات. فانا بشوف ان مارسيل كولر 2023 لحد هذه اللحظه هو مأدي كويس، واخد اللي هو عايزه حتى الان. كده الكوره بتتغير في اسبوع. كلامنا على الاسبوع ده. والدوري السنه دي في حته تنافسيه غريبه كده ما تعرفش جايبها منين، ان من المركز الاول للمركز الرابع بيلعبوا في 7 نقط، يعني الدوري في اسبوع واحد بس، جولتين الدنيا كلها تتشقلب. اول حاجه معانا في الفقره دي هو تصريح لاعلامي معروف طلع اتكلم وقال الاتي: خليك مع ناديك ومع اداره ناديك، ولو في ازمه انت اللي هتحلها. ماشي، يعني انا عايز افهم بقى هنا، هو احنا ليه بنشيل الجمهور لازمات النادي لو في ازمه ليه الجمهور يبقى هو السبب؟ احنا في اداره محطوطه يا جماعه، الاداره دي هي دورها انها تدور النادي، سواء ازماته سواء تعاقداته سواء اي حاجه تخصه، دي بينتخبها الجمعيه العموميه اللي هم اعضاء النادي. الجمهور ذنبه فين؟ خليكم عارفين يا جماعه ان الجمهور في الكوره هو عباره عن هديه، اي حاجه بيقدمها للنادي هي هديه، استثمر فيك وقتي ومجهودي وتشجيعي وفلوسي كمان. لكن انا كمشجع ماليش دعوه بالازمات الاداريه اللي بتحصل جوه النادي، ماليش دعوه بالازمات الفنيه اللي بتحصل جوه الملعب. كل واحد يا جماعه ليه شغله، كل واحد يركز في شغله. يعني ايه نعمل شماعه زي دي؟ يعني انا لو شفت حاجه مشكله بجد هحاسب مين؟ هحاسب نفسي. خلاص الحل طلع في الاخر خالص ان انا اللي غلطان. ما تحطوناش والنبي يا جماعه، يعني والنبي ما تحطوا الجمهور في اي حاجه، لان انتوا ما بتجوش تقسموا معانا. في تصريح برضو قالوا لعيب كوره كبير بقى، ده مش اعلامي، هو بيطلع في الاعلام بس هو مشهور عشان هو لعيب كوره كبير وكان مهاجم، وانتوا لو متابعين هتعرفوا انا بتكلم على مين. قال ان برونو سافيو اداؤه ما كانش كويس
قدام بيراميدز بسبب ان هو كان حزين على بيليه. يا جماعه هو حشو كلام. اصلا مستوى برونو قدام بيراميدز، يعني طريقه اللعب الاهلي قدام بيراميدز كانت تخلي ان برونو ما عرفش يأدي احسن حاجه عنده، لان الاهلي كان سايب الكوره لبيراميدز، فالاداء مع النتيجه الاهلي خد اللي هو عايزه مبدئيا، فبرونو ما كانش حد بيتكلم عليه اساسا. انا كل اللي مضايقني هي مسؤوليه الكلمه، يعني انت المفروض عندك كلمه بتقولها. خلي بالكم يا جماعه الموضوع ده مش هذا الشخص فقط، انا بس جايب الشخص ده لان التصريح كان بالنسبه لي مستفز، وهو تصريحاته دايما ورا بعض كده بتحس ان فيها حاجه. انا عايز اعرف هو ربطها ازاي. يعني هو لو بيتكلم على اداء برونو سافيو، فاحنا لو بنتكلم عليه هو اداؤه كان مش كويس في ماتشات قبل بيراميدز، لكن في ماتش بيراميدز بالذات هو ما كان عادي يعني. فاحنا لو هنطلع على التلفزيون ناخد فلوس ندي الناس تكتب لنا كلمتين نقولهم لو احنا مش هنعرف نقول كلمتين يعني. وعشان التصريح اللي جاي بقى انا ركزت مع ايه، مع القامه بتاعتنا. بيقول النادي الاهلي ما استفادش من الفار باي حاجه، يا ريت نلغي الفار ده يا جماعه ونرجع للكره الواقعيه الجميله. بالمناسبه التصريح ده اتقال على قناه محايده. اللي عايز اوصل له بس المعلومه ان دي مسابقه دوري عام، يعني الدوري ده بتاع الناس كلها، دوري مصري مش بتاع النادي الاهلي. ونقطه تانية بغض النظر بقى عن اهلي او زمالك، مع ان اي حد ما استفاد، يعني لو الكوره بتاعتي هتبقى احسن وهتطور للاحسن كل واحد هياخد حقه، انا مش عايز حد يستفاد اصلا. انا عايز اعمل مسابقه كويس فيها يستفاد. يعني انت مش عارف المبدا ده واصل لك اصلا في التنافس الرياضي ولا لا؟ هو احنا عايزين نحل كوره ولا هي ماشيه بالحب؟ يعني احنا عايزين نوصل للنقطه دي برضو. الفكره كلها يا جماعه والله ان عيب ان كلام زي ده يطلع من ناس بالمستوى ده او كانت بالمستوى ده في يوم من الايام في الكوره، وناس لعبت اللعبه. يعني احنا الكلام بتاعنا بنقوله كله من بره كده، قشور متابعه ومؤتمر هنا على بودكاست من هنا بيفهمنا كام حاجه في الكوره، لكن انتوا يا جماعه كنتوا شغالين جوه وبتاخدوا محاضرات من ناس بتشرح لكم اللعبه دي بتلعب ازاي، انتوا كنتوا في الملعب ولعبتوا على مستويات عاليه جدا. وردا على النجم الكبير اللي عاوز يلغي الفار، ده مستوى التحكيم في مصر اللي انت واثق فيه قوي وعايز تلغي الفار بسببه. حكم الرايه نسي هو واقف فين، ما تفهمش بقى هو سرح ولا تاه ولا الحماس خده، لكن هو نسي هو واقف فين. ايه ده يا جماعه؟ وعدت والله العظيم عدت عادي، زي ما كابتن طرد عبد الله السعيد الماتش اللي فات، واول ما طرده بيقول لك كمل لعب. اكمل لعب ازاي يا ابو الكباتن؟ وطبعا كلنا متابعين اللي بيحصل مع كلاتنبرج خبير التحكيمي اللي احنا متعاقدين معاه عبر الانترنت، يعني احنا جايبينه فريلانس تقريبا. هنبدا مع نادي الزمالك وحالات من نادي الزمالك. نبدا بماتش اسوان، واللي جاي اتكلم عليه اول حاجه هو حمزه المسلوسي. حمزه المسلوسي في خطه 4-3-3 هو ما بيلاقيش نفسه. يعني حمزه المسلوسي ضايع شويه في حته الباك، او مش شويه، هو 3 4 5 6 شويات كده، لان حمزه المسلوسي ما بيعرفش يغطي وراه خالص يا جماعه. هنبص على اول حاجه في ماتش اسوان، كره طويله بتتلعب ورا حمزه المسلوسي زي ما احنا شايفين الكره دي جت في العارضه، بعدها بدقيقه على طول نادي اسوان يعمل هجمه على نادي الزمالك، بيوجهوا الهجمه يا جماعه ناحيه اليمين ناحيه حمزه المسلوسي، وبيلعبوا عليه 2 على 1، والهجمه دي برضو بتيجي في العارضه. نخرج من ماتش اسوان نروح على ماتش الداخليه. اول حاله معانا هنبص عليها حمزه المسلوسي واقف هنا، طبعا هو في مسافه فدان بينه وبين المساك اللي وراه، طبعا الفدان ده الداخليه يقدر يعمل فيه اللي هو عايزه. في الدقيقه 18 تعالى نبص على التغطيه العكسيه، هتلاقي ورا حمزه المسلوسي في فدان. لو اي الكره دي عدت، لو اي لعيب من نادي الداخليه كان موجود في الربع ده كان عمل مشكله لنادي الزمالك. تعال نبص بقى في الدقيقه 20، حمزه المسلوسي هنا كان في لعيب داخل عليه 1 تو 1 وكان بيصوب، وفعلا صوب. فاحنا هنا بنتكلم على التغطيه العكسيه في العرضيات، بنتكلم على التغطيه العكسيه في تقفيل المساحه، بنتكلم على التقفيل 1 تو 1 على اللعيب ان نعمل له بلوك للشوطه. كل ده ما بيحصلش، وكل ده قصاده الناحيه الثانيه ان اللعيبه بتاعه الفرق المنافسه مركزه جدا على حمزه المسلوسي بتلعب عليه. فانا بشوف ان حمزه المسلوسي في خطه الخمسه كان افضل بكتير، لكن هو في خطه الثلاثه عنده مشاكل، وده بان بقى في جون ماتش الداخليه. الكوره هنا ملعوبه يا جماعه على فكره، اللي مغطي الاوفسايد كان حمزه المسلوسي ما كانش محمد عبد الغني في وجهه نظري. حمزه المسلوسي هنا، والمعلومه ان اللي جاب اللعيب اللي جاب الجون هو اللعيب اللي واقف ورا حمزه، مش اللعيب اللي كان واقف مع محمد عبد الغني. ودي الكوره اللي ما راحش بص عليها الحكم في ماتش الداخليه، واللعيب اللي في ماتش الداخليه ده كان اوفسايد، ومش عارف ده بقى تدخل ولا ما تدخلش. حمزه المسلوسي ما رجعش مع اللعيب مسافه 20 متر، جري منه مثلا بتاع 20 متر. في ماتش الداخليه في بدايته انا شفت حاجه كنت حابب اتكلم عليها، وبالنسبه دي لتحركات سامسون اكينولا، ودي اللي عامله مشكله. هتبصوا في الدقيقه 5 وفي الدقيقه 6 ان سامسون وزيزو تقريبا كان جسم واحد بيتحركوا في نفس المنطقه، ده بيسهل الامور ناحيه الدفاع. يعني لو فرقه بتدافع قدامك الدنيا بالنسبه لها تبقى اسهل. نروح بقى للجزء الهجومي في نادي الزمالك واللي بيعاني منه طول الاسبوع اللي فات. هنتكلم على ماتش الداخليه. انا بشوف يا جماعه ان نادي الزمالك بقى عنده مشكله في اللعيبه بتلعب بدماغها. انا بشوف ان الزمالك كان عنده كذا لعيب بيلعب بدماغه، دلوقتي انت عندك لعيب واحد بس في الملعب وهو حسام عبد المجيد. سامسون اكينولا زي ما احنا شفنا بيجلي كورتين اغرب من بعض، كوره زي دي في الدقيقه 71 ازاي تعدي من على دماغك؟ ازاي تعدي من على دماغك كمهاجم نادي الزمالك في الوقت ده؟ لا، ولما تعدي من على دماغك انا بشوف ان سيف الجزيري كان واقف غلط. الاثنين واقفين على العارضه القريبه، المفروض يبقى واحد واقف على العارضه القريبه وواحد واقف على العارضه البعيده، وبالتالي الكره لما عدت من اكينولا ما وصلتش. تاني كوره بنشوف ان سيف الجزيري طالع يلعب الكوره بدماغه بيلعبها بكتفه في الدقيقه 80. ما هي يا جماعه ما هو الفرص هتيجي في الوقت ده. فاول في الدقيقه 83 بيتلعب كوره عرضيه زي ما شفنا بتفلت من على دماغ المره دي، حمزه المسلوسي تنزل لسامسون اكينولا قدام دماغه في الجزء البعيد الفاضي بقى زي ما احنا شايفين، بيسبق الكوره وبتعدي من جنب كتفه. فهو يا جماعه ما احنا جايبين
مهاجم عشان يخلص. هو النقطه ان احنا جايبين مهاجم عشان يخلص ايه؟ يخلص كوره. زيزو بيعمل كميه عرضيات مش طبيعيه للاسف. الفتره اللي فاتت دي مفيش حد بيستغلها. انا حاسس ان كل عرضيات زيزو راحه في الارض، وبيرفع عرضيات من اماكن ممتازه بطريقه ممتازه. يعني ليه يا جماعه زيزو احسن لعيب في مصر؟ بسبب الكوره دي. كوره هنا زيزو واقف في مكان مش مظبوط، مضغوط عليه عشان يوصل للكوره في حته خطر، المفروض يوصلها في شمال منطقه ال 18 اخر ال6 يارده هناك، وفعلا الكوره بتروح ممتازه هناك. فانت من ناحيه خلق الفرص عندك لعيبه بتحاول تخلق لك الفرص، لكن انت مشكلتك دلوقتي اكتر في المهاجم. كان عندك مصطفى محمد، كان عندك فرجاني ساسي، كان عندك اشرف بن شرقي، الثلاثه كانوا بيلعبوا بدماغهم. لكن دلوقتي انت عندك لعيب واحد بس بيلعب بدماغه، اتمسك شكرا. والمهاجمين بتوعك لما الكوره بتنزل لهم على دماغهم زي ما انت شايف. في اخر ماتش الداخليه خالص شفنا سامسون اكينولا بيتخبط في دماغه. يعني بصوا يا جماعه عشان تبقوا سامسون هنا كانت الكوره لسه ما اتعادتش، يعني احنا ما كناش لسه شفنا حاجه، ماسك دماغه وواقف. فاللعيبه راحت تقول له حبيبي ما دام انت موجوع ما وقعتش ليه؟ ما هي خبطت، ما هو اتخبطت وقعت عادي. كوعه. نفس الكوره دي على فكره عورت قفشه، يعني نفس الكوره دي بالظبط عورت قفشه. هنتكلم عن ماتش الاهلي وبيراميدز لان الماتش ده كان اكتر ماتش فيه كوره. ماتش الاهلي وبيراميدز بدايه كده بسم الله الرحمن الرحيم. استفتاحيا هو ايه اللي عمله احمد الشناوي ده؟ يعني انا احلى تعليق شفته على الجون ده هو تعليق مرتضى منصور. الصراحه احمد الشناوي دايما في الماتشات المهمه بيقع منه حاجات غريبه، وده اللي مخليه مش عارف يمسك حراس منتخب مصر. حارس موهوب ولكنه مستهتر، واثق في امكانياته زياده عن اللزوم، ودي اللي بتوقع منه حاجات. لسه مع بيراميدز وهنقول ان نادي بيراميدز عنده مشكله في حته استغلال الفرص. يعني بيراميدز بيعمل فرص لكن انا بشوف ان التصرف غريب جدا. يعني احنا عندنا هجمتين خرجوا من ورا علي معلول، وعلي معلول كان عنده مشاكل في ماتش بيراميدز في التغطيه في كذا كوره، لكن مجمل عام هو كان قد ماتش كويس. علي معلول هنا زي ما شايفين عبد الله السعيد بيحط الكوره ورا الاهلي، راح مصطفى فتحي طبعا تصرف، يعني انا مش قادر اتكلم عن التصرف ده لانه تصرف مستعجل، وانت لعيب المفروض انك لعيب كويس. فاللي حصل ده شيء سيء بصراحه. اتكررت تاني الكوره دي في الدقيقه 41 من ورا علي معلول برضه. بتلاقي باكات الاهلي بيخش القلب شويه لما الاهلي يبقى معاه الكوره كاستحواذ. على فكره النادي الاهلي قدر يستغل الكوره زي دي ويعمل كوره زيها بالظبط في الدقيقه 77 لما نادي بيراميدز زي ما قلنا ان هو نادي بيراميدز كان بيهاجم، يعني هو اللي كان ضاغط على النادي الاهلي. فبيراميدز زي ما احنا شايفين مجدي قفشه بيلعب كوره لحسين الشحات طويله برده من ناحيه اليمين ورا الباك شمال بيراميدز، لكن برده النادي الاهلي ما قدرش يستغلها. هنبص هنا على حاجه استكمالا حاجه في الزمالك برده، الكوره العرضيه واللعب بالدماغ. انا شايف ان اللعيبه المصريه فعلا بقت في مشكله. شادي حسين هنا في كوره بشوفها هجوما سهله، يعني انت كمهاجم الكوره دي ما تضيعش او على الاقل ما تروحش بره الجون. يعني هي راحت بره الجون للاسف. كانت في الدقيقه 38 كانت تموت الماتش في الشوط الاول، بيراميدز يموت كده الماتش زي ما احنا عارفين. تكيس جونياس يستحوذ على الكوره يلعب كوره ويتغلب ويروح وبياخد 3 عادي. تعالوا نبص في الدقيقه 33 قبل الكوره دي على طول، يعني قبل كوره شادي حسين على طول علي جبر هنا بيضيع كوره انا مش لاقي تعليق اقول عليها الصراحه. يعني كوره احمد الشناوي مع كوره علي جبر دي كورتين يخلصوا على بيراميدز. النادي الاهلي عمل ماتش كويس في الناحيه الدفاعيه بصراحه. كوره عمرو السوليه هي كوره انا شايف انها متكرره من كوره اليو ديانج. الكوره اتقطعت هنا في ماتش الاهلي وانبي، لعيبه الاهلي استلمتها، نفس الموقف ده اتكرر بس اقرب شويه في كوره عمرو السوليه. عمرو السوليه هنا بيعمل اسيست وهو ما يعرفش، يدي الكوره لاليو ديانج ياخد كل الخط ده ويشوط الكوره من جوه ال 18. اداء فردي، هدف جميل جدا، انا بشوفه من افضل اهداف الدوري المصري لحد دلوقتي. في اخر الماتش كان محمد هاني اللي انا بشوفه عمل ماتش ممتاز جدا قدام نادي بيراميدز. محمد هاني اداءاته بقت بصراحه انا بشوفها يا رب فعلا، لان مصر عندها مشكله في حته الباك اليمين دي. بدا يفهم شويه مارسيل كولر لو عرف يشتغل على محمد هاني، لان محمد هاني كان عنده مقاومات، يعني كان بيأدي كويس. في اخر الماتش بيراميدز هرب بكورتين من ورا محمد هاني في الدقيقه 87 وفي الدقيقه 90. الكورتين دول كانوا بيعملوا مشاكل لان كان لسه الماتش 2-0. اظبط الحته الدفاعيه دي يا محمد يا هاني واستمر، والاستمراريه. يعني اظبط الحته الدفاعيه بعد كده الاستمراريه لان دي اكبر مشكله عنده. وكده نكون خلصت كلامي. خلصت حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. كوره بلدي هو برنامج هيتكلم فيه عن الاهلي والزمالك وعن الكوره المصريه عموما وعن اهم القضايا. مش جايين نتكلم هنا يا جماعه بفكره او بخلفيه ان الكوره بتاعتنا حلوه، لا احنا هنا بنتكلم بخلفيه ان الكوره المصريه هي كوره سيئه ينقصها الكثير، محتاجه تتطور، لازم تتطور لانها تستاهل اكتر من كده. كان معاكم عمرو الشلبي وده كوره بلدي. سلام عليكم.